اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض أحلى بيتزا. هنعملها بكذا طعم، يعني هنحط تونة وهنحط مشروم وهنعمل بالبسطرمة. أنا هنا معايا كيلو دقيق هنخله طبعا كويس. كيلو دقيق هيعمل معانا حوالي 4 بيتزات، هيكون حجمهم كويس مش صغير. أنا هنخل الدقيق كويس زي ما انتوا شايفين. اي نوع دقيق يفضل ان انت تنخليه، لان ممكن يبقى فيه رواسب من تحت انت ما بتشوفيهاش، وفعلا ده اللي انا لقيته. فلما بتنخليه بيبقى طبعا احسن. ننخله كده كويس. شفتوا اللي في الاخر دي رواسب احنا ما بنشوفهاش. طبعا حطيت شوية ملح وحطيت حبة سكر، وهنا نص معلقة بيكنج باودر، وهنحط كمان معلقتين خميرة. انا الخميرة اللي عندي كيس كبير، فانا باخد بالمعلقة كده، هاخد معلقتين. ونقلب بقى المواد الجافة دي مع بعضها، وننزل بالمية بقى تدريجيا. مية من الحنفية عادي، ما بتكونش دافية ولا حاجة. ونقلب. وانا هنا كنت نسيت احط بيضاية، فاحط لها بيضاية بتخليها طرية وهشة، وما بيكونش طعمها باين ولا حاجة، يعني ما بيكونش باين طعم زفارة بيض ولا اي حاجة خالص، بس بتخلي العجينة حلوة وملمسها ناعم. ونفضل بقى نعجن كده شوية بشوية برضو لغاية ما العجينة تدينا القوام اللي احنا عارفينه طبعا بتاع البيتزا. وبنحط لها برضو شوية زيت. انا حطيت لها شوية زيت بس ده ما جاش بصراحة في التصوير. نزود شوية مية تاني. ونفضل كده نعجن نعجن. انا بصراحة ما بعرفش يعني العجينة تاخد كمية مية قد ايه، فانا بفضل احط شوية بشوية كده لغاية ما الاقيها خلاص اكتفت. ولكن ما اعرفش مثلا كيلو دي ممكن ياخد 2 مية، لا ما بعرفش الكلام ده. انا اعرف احط شوية بشوية. اهي اتعجنت اهي كويس، وغلفتها برضو بالزيت من فوق ومن تحت. نغطي كده بالكيس كويس برضو، وهنغطيها بكيس تاني. وكوني بقى كنتي مولعة الفرن وقفلتي عليه علشان يكون سخن. وندخل الطبق ده جواه علشان يبقى في الحرارة، لان الجو ساقع فمش هتختمر معانا بسهولة، لازم مكان دافي. فانا دفيت الفرن وطفيته ودخلتها فيه. وهنا بعد ما اختمرت نخرج كده منها الهواء، ونشكلها بقى في الصواني. لازم بعد كده نخرمها، بعد ما نفردها نخرمها بالشوكة عشان ما تتنفخش زيادة معانا في التسوية. وانا كنت عاملة بقى صلصة بالزيت والفلفل الاسود والملح، وحاطة معاها كمان كيس كاتشب. وهنعمل بقى ندهنها كويس كده. احنا هنعمل 3 بيتزات الحجم ده بالبسطرمة، وهنعمل كمان واحدة بالمشروم، وهنعمل واحدة بالتونة. التونة طبعا انا حاطه لها شوية ملح، كنت برضو حاطه لها حبة فلفل اسود. نوزع كده البسطرمة. طبعا بتقللي ملحك عشان البسطرمة بتكون حادقة، فما بتحطيش ملح كتير في الحاجة. يعني مثلا الصلصة ما تكونيش مملحاها قوي. الزيتون طبعا مش حادق، في نوع زيتون بيبقى حادق، فانتي بتظبطي ملحك. عشان كمان انا بحط فيها جبنة رومي فببقى ظابطة الملح. انا بحب احط لها جبنة رومي. وجايبة كيس تاني ميكس جبن موتزاريلا على شيدر.
بتجيبي كده جبنة رومي بتبشريها، او لو في متاح عند الراجل مبشور بجيبها. بحب احط شوية رومي مع الموتزاريلا والشيدر، بتدي طعم حلو. احط بقى شرايح طماطم، اوزعها كده. زيتون نوزعه برضو كويس. اللي حابب فلفل هنحط فلفل، اللي مش حابب مش هنحط. انا دي مش هحط عليها فلفل عشان الفلفل اللي انا مقطعاه حراق. حطيت رشة جبنة رومي، ونحط بقى رشة ميكس جبن. ودي كده تكون خلاص معانا وعلى الفرن. هندخلها، والتانية دي برضو هتبقى بالبسطرمة. انا فضلت ان انا اعمل تونة واحدة بس، لان هم مش بيحبوها، فانا اللي هاكلها لوحدي. والمشروم مش كله بيحبه برضو عندي، لكن البسطرمة كلهم بيحبوها. زي ما انتوا شايفين كده، نوزع البسطرمة كويس. ودي بقى نحط لها فلفل، علشان واحدة بالفلفل وواحدة من غير، لان كلهم مستنيين الاكل. فانا عملت للي عايز حراق واحدة، واللي مش عايز واحدة، لحد ما نكمل باقي الصواني علشان كلهم جعانين. رشة الرومي دي برضو. وادي معانا تاني واحدة بالبسطرمة. ودي كانت اتعوجت مني على جنب في الصينية، مش عارفة ازاي بصراحة. حاولت اعدلها مريش تتعدل خالص. بس يفضل يا جماعة الصواني بتاعت البيتزا، لان الصواني دي بصراحة بتضايق جدا في عمل البيتزا، بالذات لما تيجي تطلعي البيتزا منها، علشان الحرف بتاعها عالي بتكون صعبة. فانا ان شاء الله لازم اشتري طقم صواني بيتزا ويكون تيفال. بتكون احسن في التسوية اكيد طبعا، لكن الالومنيوم ده صعبة شوية في التسوية. لازم تزودي زيت كويس قوي في الصواني علشان ما تلزقش معاكي. شرايح الطماطم برضو. وطبعا في التسوية لازم الفرن بتاعك يكون عالي مش واطي. انا شغلت عليها على نار عالية، وكنت مشغلة المروحة لتوزيع الحرارة. واول 10 دقايق ربع ساعة ما بتاخدش وقت، يعني بتلاقيها خلاص الجبنة ساحت معاكي، بتكون كده استوت، وبتكون استوت من تحت. وتلاقيها كمان خدت وش ذهبي كده من غير ما تشغلي الشواية. هي الجبنة طبعا بتديها لون لما بتسيح. خلاص كده بتكون استوت معانا. وهنا بقى بالتونة. على فكرة بالتونة بيبقى طعمها حلو قوي برضو، يعني لو جربتوها هتعجبكم. في ناس طبعا ممكن تستغربها، بس هي بتبقى حلوة جدا. بس طبعا اللي بالتونة لازم معاها بصل، فانا مقطعه لها شرايح بصل هحطها عليها، ولازم تكون معاها فلفل حراق. ادي الفلفل. يا سلام لو رشينا عليها رشة شطة، انا نسيت بصراحة.
والطماطم وشوية البصل بقى كده، هيخلوها مسكرة قوي، او البصل بيخليها مسكرة قوي. رشة الرومي والميكس الجبن، ونعمل دي بقى اخر واحدة بالمشروم. دي بقى الصينية اللي عندي مش بتاعت بيتزا، بس هي كانت بتاعت حلويات. هي رقيقة بس برضو بتلزق، علشان هي مش تيفال طبعا. لازم اكون حاطة برضو كمية زيت كويسة عشان ما تلزقش معايا. مشروم، ده مشروم معلب كان عندي. انت ممكن تستعملي مشروم فريش لو حابة، بس طبعا الفريش هتشوحيه بحبة سمنة او حبة زيت وحبة فلفل اسود وملح. ولو حطيتيله فص ثوم مع التشويحة بيبقى حلو، وده انا حطيته كده. والمشروم برضو حطيت معاه بصل. وبس كده نحط بقى الجبنة اللي معانا، خلاص الزيتون والجبنة اخر حبة، ودي اخر صينية اصلا معانا. يبقى كده احنا عملنا 5 صواني من كيلو دقيق، 3 بالبسطرمة وواحدة بالمشروم وواحدة بالتونة. وبعد ما استوت اهي اقطعها بالمخرطة. جربوها يا جماعة بجد هتعجبكم، كانت طعمها تحفة تحفة. دي بالبسطرمة اول واحدة احنا دخلناها طبعا. وباكل اللي على المخرطة. هنقي بقى خرطة كده حلوة علشان ادوق. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة تحفة. رشة مايونيز جميلة أوي، أتمنى تجربوها.